بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأبدأ حديثي إلى كل مقبل على الزواج بالدعاء له بادئا بالتوفيق والنجاح، وأن يكتب الله له الخير فيما يختاره والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة. ثم أرجو أن يصغي كل مقبل على الزواج بقلبه وفكره إلى مجموعة من النصائح الموجزة المستقاة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن واقع الناس وتجاربهم أيضا، لعلها تكون مفتاحا للسعادة الزوجية وللأسرة النموذجية. النصيحة الأولى: معرفة الغاية من الزواج. الزواج نعمة من نعم الله الكبرى، بل هو آية من آيات الله العظمى. يدل على ذلك قوله سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزواج شرعة من شرائع الله وسنة من سنن المرسلين، من لدن سيدنا آدم إلى سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولذلك رغب فيه الإسلام ودعا إليه القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. كما حث عليه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وفي الحديث الصحيح الآخر: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديثان متفق عليهما. ولا تقتصر الغاية من الزواج على مجرد اللذة وقضاء الوطر فحسب، ولا على الحصول على الولد فقط، بل المقصود من ذلك تحصيل السكن الذي يتحقق بالمودة والرحمة بين الزوجين، وبطاعة الله تبارك وتعالى بإقامة حدوده واجتناب نواهيه، وعمارة الأرض التي أمر الله تبارك وتعالى بها. النصيحة الثانية: إحسان اختيار الزوجين، أي اختيار كل زوج لزوجه. وهنا ننصح المقبلين على الزواج أن يحسنوا الاختيار ضمن ماذا؟ ضمن أسس شرعية ربانية، حتى يكون هذا الزواج ناجحا بإذن الله. والأساس الأهم في ضمان نجاح الحياة الزوجية هو الدين والخلق. هذا أهم أساس في اختيار كل من الزوجين لصاحبه. فالمرأة التي تكون ذات دين وخلق تعين زوجها على دينه ودنياه وآخرته، لأنها تستحضر خشية ربها وعظمة ميثاق الزوجية في دين الله، وتصون شرفها وعفتها لأنها تستحضر قيمتها هي في دين الله، كما تحفظ كرامة زوجها فيأمن معها ويسكن إليها لأنها تستحضر قيمة الزوج في دين الله. وهكذا يشرق بينهما الوئام بدل الخصام، والمودة والرحمة بدل الظلم والهجران. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه النبوي للرجال والنساء هذا الأساس في اختيار كل منهما لزوجه. يقول صلى الله عليه وسلم مخاطبا الرجال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. فاشتراط الدين والخلق في الرجال أساس أيضا كما هو في النساء. يقول صلى الله عليه وسلم موجها خطابه للنساء وأولياء الأمور: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. لماذا؟ لأن صاحب الدين إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها ولم يحبها لم يهينها ولم يظلمها. فالدين إذن والخلق هما ضمان السعادة المستمرة. وأما امتلاك المكاسب الدنيوية وزخرفة المظاهر وإتقان الشكل الخارجي وروعة المسكن فلا تعني أبدا الرابطة، أو لا تعني سعادة الساكنين وتماسك الرابطة بينهم ولا إحساسهم بالطمأنينة والأمن النفسي. وإنما الذي يصنع السعادة والترابط والمودة والحب والرفق والتعاون بين الزوجين وبين أفراد الأسرة بمجموعهم هو ما يمتلكون من رصيد الدين والخلق، ما يتمتعون به من الميزات الباطنة، أي مكاسبهم الداخلية
لا مكاسبهم الخارجية. الإسلام أيها الإخوة والأخوات لا يمنع أن يجتمع الدين والأخلاق مع المال أو الجمال أو مع الحسب وغير ذلك. أما مراعاة المال والجمال أو الحسب وحده دون الدين فهذا ما نهى عنه الإسلام وحذر منه. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء سوداء ذات دين أفضل. النصيحة الثالثة وهي لأهل الزوجة الذين يخطب عندهم الزوج ألا يبالغ أهلها من التكاليف، ولا يكثر من الطلبات غير الضرورية وغلاء المهور، فكل ما يأخذونه يذهب وتبقى المواقف فلا تنسى. لا ينبغي لهم أن يحملوا الخاطب فوق طاقته فيضطر إلى التدين ويدخل حياة الزوجية بالمديونية ومطالبة الغرماء، ولكن كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. النصيحة الرابعة لك أيها الزوج، وسأجعلها في شكل وصايا مختصرة لأن المقام طبعا لا يتسع للبسط. أول وصية هي وصية الله عز وجل للرجال، حيث قال لهم في شأن النساء والعناية بهن: وعاشروهن بالمعروف، فإن حسن العشرة من كمال الإيمان، كما أن حسن العشرة سبب لدوام الألفة وزيادة المحبة والمودة. حسن العشرة بالمعروف أيها الإخوة والأخوات ميدان جامع لكل خصلة كريمة تجاه الزوجة، فتشمل المعاشرة القولية والفعلية من الكلمة الطيبة والهدية والصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة والنفقة والكسوة والإحسان إلى أهلها وتشجيعها ومساعدتها والتخفيف عنها والنصح لها بالتي هي أحسن وإحسان الظن بها واحترام شعورها وتعليمها إلى غير ذلك من كل عمل ينفعها في نفسها ودينها ودنياها. الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية وهذا الشطر من قوله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، قال: طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم. النساء أيها الرجال كالقوارير التي من زجاج يسرع إليها الكسر وقد تستعصي بعد ذلك على الجبر، فرفقا بالقوارير كما قال صلى الله عليه وسلم. الزواج ميثاق غليظ وعهد قوي عظيم بين الرجل وزوجته، ليست زوجتك صاحبا تصاحبه اليوم لتفارقه غدا. وربنا تبارك وتعالى لم يصف ميثاقا في كتابه الكريم بما وصف به ميثاق الزوجية، فقال سبحانه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. الوصية الثانية: لا تمنع زوجتك من زيارة أهلها كما يفعله بعض من لا دين له ولا خلق له. لا تمنعها من زيارة أهلها وصلة رحمها، لأن في زيارة أهلها معونة لها على البر والتقوى، وهذا مما يقوي الروابط الأسرية ويزيد في الألفة وفي المحبة بين الزوجين وفي دوام تقديرها هي لزوجها. ثالثا: لا تذكر إعجابك بأي امرأة أمام زوجتك، هذه حساسية ما بعدها حساسية، فهذا الأمر قد يثير غيرة الزوجة ويورث الشكوك في نفسها وأنت في غنى عن كل هذه القصة. رابعا: لا ترفع صوتك عاليا في مناقشة الأمور مع زوجتك، ولا تخاطبها إلا بما تحب من الكلمات والألفاظ، وابتعد طبعا عن كل لفظ تكرهه أو يسيء إليها. الوصية الخامسة لك أيها الزوج: احترم أهلها بحضورهم وغيابهم، ولا تحرج زوجتك بأي مثلب أو مأخذ في أهلها. تقول عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبه لخديجة رضي الله عنها: وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. كان يكرمها في أهل ودها ومن له بها صلة حتى من الأبعدين حتى بعد مماتها، فكيف كان أمره وشأنه معها صلى الله عليه وسلم في حياتها. الوصية لك أو الوصية السادسة لك أيها الزوج: إذا كره الزوج من زوجته أمرا سلبيا فليتذكر أمورا أخرى حسنة كثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك أي لا يبغض
لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الحديث أخرجه الإمام مسلم. الوصية السابعة: احذر كل ما يعكر صفو الحياة وينغص هناءها، فلا ينبغي أن يكون مجرد الكراهية سببا للفراق أو الطلاق، ولا عاملا من عوامل الشقاق. قد تكره النفس ما فيه خيرها وصلاحها، والحل عليكم بالصبر والاحتمال، لقوله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن العبد لا يبلغ بالحلم والصفح وحسن العشرة درجة الصائم القائم. يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا. وصية أخرى: كن مستقيما في حياتك تكن زوجتك لك كذلك، لا تطالبها بما ليس فيك، بل لا بد أن تتمثل أنت أولا ذلك، ثم تطالبها بمثل ما هو فيك. أيضا من الوصايا لك أيها الزوج: لا تذكر زوجتك بعيوب صدرت منها في مواقف معينة ماضية، وخاصة أمام الآخرين. من الوصايا أيضا: أثني على زوجتك عندما تقوم بعمل يستحق الثناء، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ولأخبرك هنا عن سر من أسرار اكتساب قلب الزوجة. تعود، وأقول تعود لأنه قد لا يكون من عاداتك، تعود إن أعجبك شيء منها أو من طعامها وغير ذلك مما تقدمه لك أن تظهر إعجابك به، ولا تبخل عليها بكلمة ولو بشكر، فأنت لا تدري كم ينسيها هذا التصرف من تعب ومعاناة لم تكن أنت حاضرا فيها. وليس بالضرورة إن لم يعجبك شيء من طعامها أن تبين لها أنه لم يعجبك، لا سيما وقد اجتهدت المسكينة وبذلت وسعا ووقتا وجهدا. أصغي إلى زوجتك باهتمام، وضع عنك الهاتف جانبا، فإن ذلك يعمل على تخليصها مما ران على قلبها من هموم ومكبوتات. من الوصايا أيضا: أعطيها قسطا وحظا يسيرا من الترفيه خارج المنزل، كلون من ألوان الترويح والتغيير، واصطحبها للفسحة وتناول وجبة للغداء في مطعم مريح خارج البيت مرة بعد مرة. من الوصايا أيضا: يجب على الزوج أن يودع حياة العزوبية التي كان عليها قبل الزواج، ويتحمل مسؤولياته الجديدة، وأن يجعل الأسرة من أهم أولوياته. الخلاصة هنا يا معشر الرجال: أحسنوا عشرة زوجاتكم وأنفقوا عليهن. قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أنفق من مالك ولا تكن بخيلا، فإن من أشر أنواع البخل على الزوجة والعيال. بعض الناس تجده كريما مع أصحابه ورفقته، لكنه مع أهله وعياله يكون بخيلا، وهذا في الحقيقة خلق سيء ما بعده سوء. يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على من؟ على عياله. الحديث أخرجه الإمام مسلم. النصيحة الخامسة لك أيتها الزوجة الكريمة، وخذيها مني أختي الكريمة في نقاط بإيجاز. أول مبدأ تحرص عليه كل زوجة حريصة على حياتها الزوجية: واجب عليك أن تطيعي زوجك في غير معصية الله عز وجل، وأن تمتثلي أوامره، وأن تنفذي رغباته المباحة، وأن تحفظي شرفه وعرضه، وأن تقومي طبعا على بيته وعياله، وأن لا تجعلي من البيت حلبة للتباري على السيطرة، فإنك وإن ظفرت بذلك فقد خسرت كل ما هنالك. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ثانيا: أبعدي أمك وأخواتك وقريباتك عن التدخل في حياتك الزوجية بأي نوع من أنواع التدخل. لا تقدم اختياراتهن على اختيارات زوجك. يقول صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. ثالثا: الرجل يحب أن تنوه له المرأة زوجته مرة بعد مرة بأهميته وقيمته في حياتها، وتذكره بمحاسن أقواله وفضائل أعماله. الوصية الرابعة: إياك والغيرة والشك المتواصل، وتوهم أن زوجك ما عاد مخلصا لك في حبه لك.
كذلك احذري الكذب فإنه بئس البطانة وهو كبيرة على كل حال، وفي الحياة الزوجية يكون متأكدا أكثر وأكثر، فحبل الكذب قصير مهما ظننت أنه طويل، والكذب إذا تكرر بين شخصين وبخاصة الأزواج فإنه يؤدي إلى تزعزع الثقة بينهما. الوصية السادسة التصرف بواقعية وعدم توقع حياة زوجية خيالية، إذ يجب على المرأة معرفة أن الحياة الزوجية تختلف عن القصص الخيالية وغير الواقعية، وهذا حتى لا تشعر هي بالإحباط والخذلان وتصبح حياتها غير سعيدة. فالحياة الزوجية أيتها الأخت لا تشبه المسلسلات، يجب عليك أن تعي هذا الأمر. النصيحة السادسة وهي للزوجين معا: أوصيكما بالحفاظ على التواصل المستمر. الحديث اللطيف والتواصل المستمر من الأمور المهمة التي يجب أن تكون موجودة في العلاقة الزوجية، كما أيضا يجب تجنب الكلمات القاسية التي تسعى لإيذاء كل واحد منكما للآخر. لا بد من الحفاظ على التواصل الفعال والتحدث والتوصل لأمور تتفقان على فعلها لحياتكما الحالية وحياتكما المستقبلية. أيضا الحفاظ على الثقة، وهذا مبدأ مهم ومهم جدا. يجب على الزوجين عدم كسر ثقة أحدهما بالآخر عند أول عقبة تواجههما. لا بد من الحرص على تجنب إفشاء الأسرار للآخرين، كما أن احترام الخصوصية وعدم التجسس على الأمور الشخصية كالهاتف والبريد الإلكتروني وما إليه من الأمور المهمة للحياة الزوجية السعيدة. كذلك معاشر الأزواج، مما لا شك فيه أن الخلافات الزوجية أمر غير مرغوب فيه، لكنه واقع لا بد منه، فنحن بشر ونحن مجبورون على الخطأ، ولتجاوزها إن حصلت تتفقان منذ البداية على أن من وجد في قلبه شيئا من الآخر أو أساء فهم تصرف ما منه فلا ينقله لقريب ولا لبعيد، بل يصارح كل منهما صاحبه. المقصد من ذلك هو التضييق على حلقة الخلاف ومنع انتشاره. فمن أعظم ما يطفئ نار الخصومة ويحد من تفاقم حجم المشكلة الحوار والمصارحة، فاحرص على منع حدوث الخلاف بينكما من أساسه، وإذا قدر من ذلك شيء فالحوار ثم الحوار ثم الحوار. ولا ينبغي أن يترصد كل واحد منكما لهفوات الآخر ويتتبع عثراته ويحصي زلاته. ومن الأفضل عند وقوع المشكلة ونشوب الاحتقان محاولة الابتعاد وإعطاء كل من الزوجين للآخر مساحة للمراجعة والتفكير بعقلانية وتمهل، فالنفوس لها إقبال كما لها إدبار. يقول الشاعر: ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. نصيحتي الأخيرة لكم أيها الأزواج أن تتقوا الله عز وجل في أزواجكم، وتذكروا قول الحق جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ نمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. أرجو من الله عز وجل أن تنفع هذه الكلمات المقبلين على الزواج رجالا ونساء، وأن يبارك الله عز وجل لكل مقبلين على حياة الزوجية، أن يبارك لهما وعليهما وأن يجمع بينهما في خير. وختاما، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فالشكر موصول للإخوة القائمين بالمجلس العلمي بعمالة مقاطعة الحي الحسني على إتاحة هذه الفرصة والاجتماع والمشاركة إلى جانب هذه الثلة من العلماء. نفع الله بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.